مثل ما شايفين غمست خبز التورتيه بالحليب وسويت بيه هاي الوصفة. سووا لها سيف وشير لأنه راح تعتمدوها، كلش طيبة وكلش سهلة. بطاوة على النار حطيت زيت، بصل، نقلبهم بس يقبل البصل شوية، فلفل أخضر مثروم ناعم وفلفل أحمر مثروم ناعم، ونقلب لحم مثروم ناعم. أنا استعملت لحم عجل، وآخر شي معجون طماطة والبهارات، ملح وفلفل أسود وبابريكا وبهارات مشكلة، وصارت جاهزة. وراح استعمل خبز التورتيه من اليوم. ما تتخيلون ايش قد طيب، ما بي لا الريحه ولا الطعم اللي دائما موجوده بهذا النوع من الخبز. قصيته بالنص ورا ما نقعته بالحليب وحطيت الحشوه وجبن موتزاريلا ولزقت الاطراف وصفطته بالبايركس. واخر شي نغرقها بالجبن، وهسه على الفرن على درجة حرارة 180 بس تتحمص ويذوب الجبن. جربوها شو وقت ما تجوعون، ما تتخيلون ايش قد طيبة. جربوها اليوم على العشاء تجنن.